يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني على السوشيال ميديا. سؤال جالي من ناس كتير سواء من الأصدقاء أو من الفانز عندي. انت ليه يا مروة لحد دلوقتي ما اشتغلتيش مع تامر حسني؟ والمفروض ان هو حد بيدعم المواهب، وانت اكيد لو لجأتي له بعد ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيقف جنبك وهيدعمك. انا الموضوع دوت اول حاجة دورت عليها اول ما نزلت القاهرة. اول حاجه عملتها ان انا كنت فعلا حاطه الفنان تامر حسني اول حد انا كان نفسي اشتغل معاه، وتعرضت لحاجات كتير قوي صعبه عشان خاطر اوصل له. كنت بلف وراه في كل مكان بيروحه، سواء عنده فرح او عنده حفله كنت بروح المكان اللي هو متواجد فيه عشان احاول اقابله. كانت في مغامرات كتير قوي علشان اوصل لتامر حسني، وفي وقت من الاوقات الحمد لله وصلت له واتكلمنا مع بعض وكلمني وعدني ان احنا هنشتغل مع بعض، ومن يوميها اختفى. الكلام دوت كان بقاله حوالي 5 سنين او يمكن اكتر. زعلت شويه وكنت شايفه ان هو لا بقى دي ما بيعملش زي ما بيقولش لا ده اي حد هقف جنبه كده. وفي الاخر قلت لا، جايز يكون الناس اللي حواليه هو اللي مش موصل، هم اللي مش موصلين لتامر ان انا بتواصل معاه مع الرقم اللي هو اداهوني وقتها وقال لي تواصلي معاهم. جايز انشغاله، جايز ان هو مش فاضي، جايز ان هو نسيني اصلا. وبصراحة من وقتها ما بقيتش ببحث عن ده بنفس القدر بتاع الاول. اكيد طبعا بتمنى اشتغل معاه، بس بسبب الموقف ده معرفش ما بقيتش بدور قوي زي زمان. ان شاء الله باذن الله باذن الله اشتغل معاه واشتغل مع كل الناس اللي انا بتمنى اشتغل معاهم. ادعوا لي بالتوفيق لان انا تعبت جدا في مشواري وبعافر وما زلت بعافر، بس ساعات بتعب من المعافرة. ادعوا لي بالتوفيق وشكرا لكل حد نفسه يشوفني حاجة كبيرة، وشكرا لدعواتكم. تحياتي للجميع مرة مرة.